لو انت ديفلوبر وبتستخدم الفايب كودينج فالفيديو ده ليك. مهم جدا تعرف ايه هو الهارنس عشان هيفرق معاك جدا وانت شغال على المودلز بتاعه الاي اي. اعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه بعدين. ودي الحلقه الثالثه من سلسله فايب كودينج، يبقى تسمع. وقبل ما اقول لك ايه هو الهارنس، مهم جدا تعرف ايه هي انواع الاي اي موديل، ودي ممكن نقسمهم باكتر من طريقه. اول حاجه ال LLM اللارج لانجوج موديل، ودي متخصصه في فهم وتوليد النص والكود. تاني حاجه المالتي مودال مودلز، ودي بتفهم اكتر من نوع بيانات، تفهم الصوت والصور واحيانا الفيديوهات. مثال ممكن تبعت لها سكرين شوت وتقول له حل لي المشكله دي او عدل لي على التصميم. ثالث حاجه وهي الريزنينج موديل، ودي معموله للمهام اللي محتاجه ريزنينج وتخطيط وحل مشاكل معقده، والناس ممكن تستخدمها في الماث او الاركتكتشر والبرمجه وبالاخص الديباجنج. رابع حاجه وهي الكودينج موديل، ومن اسمها طبعا هي موجهه عشان تتعامل مع الكود وتفهم الكود بيزز. خامس حاجه واخيرا هي الامبيدنج موديلز، ودي تستخدم في الراج والسيمانتك سيرش. طب ايه هو الهارنس؟ الهارنس هو عباره عن الطبقه اللي بتكون حوالين الموديل، وهي اللي بتبقى مسؤوله عن حاجات زي انها تبعت البرومبت للموديل، تدير الكونتكست او الكونتكست مانجمنت معنى اصح، اللي تفتكر انت كنت باعت له ايه والبلان بتاعتك كانت ايه، يقدر ان هو يقرا ويكتب في الملفات، يشغل كوماندز، يفتح تيرمينالز، يتعامل مع الجيت، يراقب النتائج، يعمل تيستنج وفيريفيكيشن، ويدير البرميشن والساند بوكس. مثال لو قلت للاي اي موديل اعملي لوجن بيج واعمل تيست وصلح الايرور، هنا الموديل ممكن يكون هو اللي بيكتب الكود، بس الهارنس هو اللي بيخليه يفتح الملفات ويفهم الكود بيزس بتاعك والسياق، ويبدا ينفذ لحد ما يطلع لك البرودكشن ديليفري بتاع اللوجن بيج دي. فانت لو بتقارن ما بين كلود وكيرسر وانتي جرافيتي وكودكس، هنا انت مش بتقارن الموديل نفسه، انت بتقارن الهارنس بلس الموديل. فممكن نفس الموديل مع هارنس مختلف يطلع لك نتيجه مختلفه. فلو عايز تعرف انا بستخدم الهارنس بتاعي ايه او الموديل بتاعي اللي بستخدمه ايه، ابعت لي في الكومنتات وهبعت لك الهارنس اللي انا بشتغل بيه وبطلع البروجكت بتاعتي للعملاء برودكشن ديليفري. هاي ليرن كود اكاديمي، طريقك للانطلاق.